صباح الفل. طبعا واشتريت برطمانات كبيره زجاج، ونسيت اقول لكم ان انا عشان اخد فوائد الاثنين، طبعا المخمر او الملفوف الاحمر فوائده اعلى من الملفوف العادي ده، بس انا هعمل الاثنين على بعض عشان اخد فوائد الاثنين. انا جايب من الاخر بقى، رامي كل حاجه على بعض من الاخر كده. اقطع بقى كده عشان واحطها هنا او احطها في كذا كونتينر، يعني حاجه عشان احط عليها ملح بعد كده. اهو بنبشر بشرنا البنجر، وهنا يعني شويه كنت بعمل مساجنج زي كده، انا بستخدم بس ايد واحده عشان اصور زي الفل. النهارده اخيرا هعمل مخمر الملفوف الساور كراوت، بس ضايف له حبه اضافات فيري انترستنج. يعني مثلا ضايف له جزر، توم، لان انا على فكره شفت فيديوهات كتير يعني وخدت اراء طبيه كتير، وحاطط بنجر وحاطط تفاح اخضر عشان مسكر فبيسرع شويه عمليه التخمير، وزنجبيل جنزبيل كيفما تشاءون نطقها بس. ومع الملح مع بقى بنقعد نفرك فيه، هنقطعه دلوقتي قصه كده هوريه لكم. هسيبه 10 ايام او يمكن اسبوعين احكي لكم قصه. يعني من ضمن التريكس المهمه جدا ان انا حطيت ناتشرال سي سولت على حبه هيمالايا. انا حطيت نوعين ملح بصراحه. انا هنا بعد ما قعدت فعصت فيه تمام، عندي هنا جنزبيل مقطعه، زنجبيل اهو جينجر، والثوم والبصل، وفي الجزر اوريدي اتقطع، وهنا بنعمل البنجر اهو، نعمل كده بنجر وبعدين هحط التفاح. بص انا قلبت كل حاجه بقى عليها، جبت من الاخر يعني عشان احط كل الاطعم وبعدين وكل الفليفرز، وبعدين هحط بقى كركم مفيد جدا، فلفل اسود، حصى. هي كده كده فيها ملحها، هو ده اللي بيفرمنت الموضوع، بيخمر الملفوف اللي هو الكرنب يعني. طيب اهو المنظر. فيه كام تريك انا عايز اقولها لكم. ما تنسوش ان انا عامل مخمر يعني او ملفوف اللي هو اللون ده على اللون الاحمر. اولا انت بتقفلهم، عمليه التخمير بتحدث لما بتقفل وتفضل قافل عليهم. الدنيا شتت هتاخد مده اطول شويه، بس عشان انا حاطط تفاح ده هيسرع شويه عشان التفاح فيه سكر، فيعني قول اسبوعين، لان كل ما تطول شويه بتتخمر وتبقى فيها بكتيريا نافعه وتخش سلالات اعلى. الحاجه الثانيه لما تفتحها وتبدا تاكل ممكن تشيلها في الثلاجه عادي خلاص، لان عشان توقف عمليه التخمير بقى شيلها في الثلاجه، بس البكتيريا هتبقى محفوظه عادي جدا. انا ضفت بعض التوابل، انا حطيت كزبره ناشفه، وطبعا ما تنسوش ان هو فيه توم وبصل وحاجات كده. حطيت كزبره ناشفه، كركم، فلفل اسود، بعض التشيلي فليكس، وكمون. انا برضو عشان الفايده كامله، وانا بحب الطعم، فايده وطعم التوابل مفيده مع طبعا البكتيريا والكلام ده كله. بس ما تفتحش عليها، سيبها في حالها. ممكن تفتح بعد 10 ايام كده تدوق ولا حاجه، بس انا رايي سيبها اسبوعين في وقت الشتاء ده عشان تتخمر، وسيبها بره في مكان ما الشمس مش طايلاه. تمام كده، يعني يفضل مكان ما فيهوش ضوء يعني، بس الشمس تحديدا يعني. بس كده، يلا بالهنا والشفا. فتحت الساور كراوت اهو لسه بعد اسبوعين بالظبط. دي اللايرز، الطبقات اللي انا كنت حاططها فوقيه اهو. انا بس فضيته شويه عشان اعرف اوريه لكم. عايز اقول لكم دقته طعمه تحفه ما شاء الله، حلو جدا، مفيش اي وايت فوم او بلاك فوم، ده معناها ان البروسيس تمام. وهاكل، اكلت منه بقى معلقه كبيره اول حاجه الصبح. بيقولوا ان هو احسن لما سالت اللي هو فيرست ثينج ان ذا مورنينج عشان البكتيريا تنزل في الامعاء كده، واول وجبه يعني اول ما تاكل الحاجه اللي بعدها كلها بعدها بنص ساعه مثلا، عشان البكتيريا تاخد وقت بس ما يبقاش